أنا اسمي يحيى المشد. يمكن البعض يعرفني كعالم ذرة أو أستاذ في كلية الهندسة، لكن اللي عايز أحكي لكم النهاردة هو مش بس عن شغلي وأبحاثي، بل عن الرحلة نفسها، التفاصيل اللي معظم الناس مش بتشوفها. ولدت سنة 1932 في مدينة بنها، محافظة القليوبية. عيلة بسيطة، حياة هادية ومليانة أحلام. لما كنت طفل دايما كان عندي فضول لا ينتهي. كنت دايما أسأل ليه وإزاي، سواء في البيت أو المدرسة. كبرت وكل يوم فضولي للمعرفة زاد. دخلت كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، واخترت قسم كهرباء رغم أن البعض شجعني أدرس طب أو علوم تقليدية. لكن أنا كنت دايما أبحث عن اللي بيقدم جديد، اللي فيه اكتشاف وإبداع. اتخرجت سنة 1952 من أوائل دفعتي، وده كان بداية باب كبير اتفتح قدامي. بسبب تفوقي حصلت على بعثة دراسية عشان أكمل الدكتوراه في جامعة كامبريدج في لندن. تخيلوا معايا، حلم كبير. كنت متحمس ومستعد أتعلم كل حاجة، بس فجأة حصل شيء صعب. العدوان الثلاثي على مصر في خمسينات القرن الماضي غير كل الحسابات. بدل ما أروح لندن لقيتني متوجه لموسكو في الاتحاد السوفيتي. قرار صعب، بس الحياة ساعات بتخطط لنا طرق جديدة إحنا مش بنشوفها غير لما نمشيها. في موسكو درست 6 سنوات، تجربة صعبة وغنية جدا، برد غير عادي وطريقة حياة مغايرة تماما. اتعلمت مش بس علوم، لكن كمان اتعلمت ازاي أكون صبور، ازاي أتعامل مع ثقافات مختلفة وناس من كل أنحاء العالم. كنت مدفوع بحلم إني أرجع وأفيد بلدي. رجعت لمصر أخيرا، وده كان تقريبا زي العودة للبيت بعد طول غياب. دخلت على طول في عالم جديد، هيئة الطاقة الذرية المصرية. دي مؤسسة أنشأها الزعيم جمال عبد الناصر في فترة كان فيها الحلم النووي المصري بيكبر. الحلم إن مصر تدخل بقوة عالم الطاقة النووية وتكون صاحبة قرار في تكنولوجيا العصر. اشتغلت مع فريق شاب ومتحمس. تركيزي كان أكتر على تصميم المفاعلات النووية والتحكم فيها. المسألة ما كانتش سهلة، الموضوع كان جديد جدا على الجميع في مصر في الوقت ده. ضغط كبير وتوقعات أعلى، لكن في نفس الوقت في شعور بالفخر والإثارة إنك تبني مشروع علمي من الصفر. برضو اشتغلت أستاذ في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. هناك فهمت معنى إن العلم مش بس مختبرات وأجهزة، لكنه كمان أمانة، رسالة لازم نوصلها للطلبة وللأجيال اللي جاية. كنت دايما أقول لنفسي، قيمة العالم الحقيقي مش في عدد أبحاثه، لكن في اللي بيقدمه للناس. وهل علمه بينتقل وينفع غيره ولا لأ؟ نشرت حوالي 50 بحث علمي في مجالي. معظم الأبحاث دي كانت بالإنجليزية والروسية أحيانا، لكن كنت دايما حريص ألاقي لها صدى في مصر والوطن العربي. حتى كنت أحب أشرح للناس وللطلبة معنى الحاجات اللي بنعملها.